ولو ما ثبتش هل ستندم إسبانيا لأنها لم تهتم كثيرا بإبراهيم دياز وتركته للمغرب؟ اكيد ما عندهمش لاعب بمواصفات ابراهيم دياز. اذا ريال مدريد محق لما اتهم الاتحاد الاسباني بالتقصير في لانه ريال مدريد شوف معالجه الانديه الاوروبيه تفضل ان يلعب لاعبوها ان يلعبوا في منتخبات اوروبيه على ان يلعبوا في منتخبات افريقيه وعربيه، وهذا امر مفهوم لانه لما تلعب مع ريال مدريد تلعب مع المنتخب الاسباني قيمتك الماليه ستكون اكبر بكثير من انك تلعب مع المنتخب الاسباني المغربي وتلعب مع نادي ريال مدريد. في كاس افريقيا راح تفقد اللاعب مده شهر كامل وشهر في فتره حساسه. الشهر يعني ربما الابرز والاخطر في الموسم تفقد فيه اللاعب، ولازم النادي يتعامل مع السفريات تاع اللاعب. لو يسافر لافريقيا راح يكون عنده جهد. اريد ان اعرف كيف سيتعامل ركراكي الان مع قدوم لاعب بوزن ابراهيم دياز، هل سيعتمد عليه وسيضحي مثلا بزياش ام سيعتمد عليه في خط الوسط؟